صاحبة الشركة دي سمعت الموظفين بيتخانقوا، فخرجت من مكتبها علشان تشوف فيه ايه. لقت رئيسة القسم وموظفة جديدة بيتخانقوا مع بعض، بيتخانقوا على فلوس. دي تقول دي فلوسي ودي تقول دي فلوسي. فقالت لهم في ايه بتتخانقوا ليه؟ ردت رئيسة القسم وقالت لها انا عملت مشروع والموظفة الجديدة سرقته مني وقدمته باسمها، والمكافأة دي من حقي انا. فردت الموظفة الجديدة وقالت ابدا، ما حصلش الكلام ده، المشروع ده فكرتي وانا اللي استحق المكافأة. هنا المديرة قالت لهم تعالوا انتوا الاتنين معايا في مكتبي. فسألت رئيسة القسم أسئلة عن مشروع تاني خالص غير اللي موجود في الملف، فكانت بتجاوب وهي واثقة من نفسها ومش فاهمة إنها بتتكلم في حاجة تانية. سألت الموظفة أسئلة برضو مش موجودة في الملف عن مشروع تالت خالص، فالموظفة قالت لها مش هو ده اللي أنا كاتباه ومش هو ده مشروعي، حضرتك بتسألي أسئلة غريبة. هنا المديرة عرفت مين فيهم صاحبة المشروع، فقالت لرئيسة القسم كده أنا فهمت كل حاجة، وانت فعلا عاوزة تسرقي مجهود غيرك وعاوزة تاخدي فلوس ما تستحقيهاش. هنا رئيسة القسم اتلخبطت وفضلت تعتذر كتير جدا، وقالت لها حقك عليا سامحيني المرة دي. قالت لها لا، انت تستحقي الطرد. فردت عليها وقالت لها طيب اديني فرصة تانية، انا عندي اولاد بصرف عليهم وعندي والدي ووالدتي كلهم مسؤولين مني. فهنا المديرة بتسألكم تديها فرصة تانية ولا تطردها؟ انتظر ردكم في التعليقات وصلوا على النبي.